مظبوط، لا كلامك مظبوط بدون اي جدل. حلمي متعذب، حلمي مخطوف، وانت عارف لما صورت معايا محمد من الاخر. حصل زمان. ما تقوليش ما تقوليش حاجه تانية عشان كلنا عارفين. انا عن نفسي القريبه عارفه كل حاجه، بس انا ما بحبش يا جماعه الصحفيين اللي اللي بيلونوا الكلام. لازم يتكلموا صح، يتكلموا الدغري. الاعلام بتاعنا اعلام شريف. مين دي اصلا؟ عشان خاطر كلنا نحيد فيها. مين دي اصلا؟ حلمي قيمه وقامه، حلمي قيمه وقامه، ما يتعذبش، ما يتخطفش، ما يتخطفش عشان عيب، ما يتعملش كده في اخر ايامه. مش موضوعي، ماليش دعوه بتقرير الطبي، انا ليا دعوه باللي بشوفه بعيني. يعني حضرتك قصدك ان كان له سر حياه مع زوجته وكانت بنته؟ طبعا هو كان ده اللي كان المايك يطلع في اللايف. هو كان هيتجنن على بنته. ما ينفعش، سنين عايش ما ينفعش. ما يخلصش. هو قعد فتره عايز بنت، بيتمنى بنت. هو عايش ايامه يا جماعه الاخيره. البنت كانت بتقول لي يا بابي انا عايزاك يا بابي مش عارفه ايه، غصب عنه اب يا جماعه. ايوه. وبعد كده لما اتجابته وبتاع اتنزل. طب ابنه الكبير كان فين؟ لا هشام قاعد ابنه سافر بره مصر. طب احنا زلايل عايزين